اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، بقالي كتير قوي مصورتش معاكم، فقلت اعمل لكم حاجه كده خفيفه وجميله. ايه رايكم بقى؟ يفتح النفس، حلو جدا. الحواوشي البيتي وحلاوته بالجبنه الموتزاريلا والجبنه الرومي. جربوها هيعجبكم جدا. اولا ما تنسوش تعملوا له لايك للفيديو، تعملوا اشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد. هنبدا معايا بقى بسم الله. ونقول معانا هنا كيلو الا ربع لحمه مفرومه، تمام، او نص الكميه اللي انت تحبيها. عليهم بتاع 4 أو 5 بصلات كبار كده حلوين. نبشرهم في المبشره، او اللهم صل على النبي، او في الكبه زي ما تحبي. ومعاهم قرن فلفل احمر بس مش حامي، ولو عايزه حامي زي ما تحبي. وقرن فلفل اخضر برضو. تمام، وافرمهم بقى مع بعضيهم. ومعايا هنا البهارات بتاعتي، معايا توم باودر وبصل باودر وسماق وكزبره ناشفه. تمام. والملح طبعا. وهنا دي البهارات بتاعت كنور، بهارات الحواوشي حلوه برضو. بصي، هي العبوه كيس دون بيتحط على نص كيلو لحمه مفرومه. الكيس كله، بس انا طبعا الكيس كان عندي وكنت واخده منه، فانا بس بحطها اللي هي ايه مع البهارات الاساسيه بتاعتي. تمام، وفلفل اسمر طبعا. وقلبت بقى الخليط ده كله مع بعضه. المهم ان انا اقلب اللحمه كويس مع البهارات. وخدوا بالكم ما تخلوش اللحمه تبقى حادقه، يعني ايه، ما تخلوهاش تبقى ملحها مظبوط، خلوها دلع شويه. ليه؟ علشان احنا لسه هنحط الزيتون وهنحط جبنه رومي مبشوره، فالاتنين حادقين. فانت لو ظبطتي الملح بتاعها وخليتيه مظبوط جدا، هتيجي مع الحاجات اللي هنحطها هتلاقيه حادق معاكي. فانا خليته دلع شويه، مظبطتش الملح بتاعه قوي، خليته ناقص ملح شويه، عشان لما حطيت له الزيتون وحطيت له الجبنه الرومي طلع مظبوط وطلع طعمه جميل. تمام. هنا بقى معايا الزيتون، انا كده كنت قلبته كله مع بعضه. ومعايا هنا جبنه جبنه موتزاريلا وجبنه رومي مبشوره. تمام. ومعايا برضو فلفل حامي، كنت مقطعاه برضو، ده انا هحطه في قلب الرغيف للي حابب. انا عشان عندي اطفال وكده فمينفعش اخلي كل حاجه حراقه. انتي عايزه تحطيه مع اللحمه، تمام، مفيش مشكله. هنا بقى معايا العيش بتاعي. بجيب عيش بتاع حواوشي، وعيش يكون صغير ويكون ابيض كده. تمام. او العيش بتاع الفرنة زي ما تحبي. هنا بقى بصوا، انا بفتح الرغيف كده، يعني ايه، مش بفتح الرغيف على الاخر عشان خاطر ما يطلعش منه الخليط. كمان الجبنه الموتزاريلا والجبنه لما يجوا يسيحوا على البوتاجاز هتلاقيها بتخرج كلها منك من الرغيف. فانا ما فتحتوش قوي، فتحته بس حته صغيره على قد ما ايدي تحط الحاجه فيه وخلاص. تمام. انا بقى هنا كنت عملت معايا العيش كله، فتحته كله. هيعجبكم جدا واحسن من الشري من بره. انتوا عارفين طبعا الحواوشي غالي، وعشان تجيبي رغيف حواوشي بالجبنه الموتزاريلا بيخشله في 30 جنيه. يعني احنا عندنا في المكان اللي احنا فيه ب30 جنيه. يعني شوفوا بقى في كل حته بتباع بكام. وكمان انتي مش ضامنه اللحمه، انما انتي لما تجيبي اللحمه تكون لحمه بلدي، تكون لحمه كويسه. اهم حاجه انتي عارفه مصدر اللحمه ايه، وعارفه ان هي حاجه كويسه. بس بنحاول نعمل لولادنا حاجات حلوة في البيت، وحاجات تبقى مضمونة. برضو حاجات بره دي، يعني انا عن نفسي لما باكل حواوشي بتاع بره ده ساعات بيبقى حلو بس بيتعبني جدا. فما تعرفيش برضو بيبقى حاطين فيه كمية دهون، حاطين فيه ايه. انما لما نعمل الحاجة في البيت احنا بنبقى ضامنين وعارفين ان الحاجة دي كويسة. تمام. هنا بقى معايا كمية اللحمة، انا بكورها كده عشان خاطر اعرف ايه. على عدد العيش مثلا اللي انا هعمله. هم خدوا معايا 10 ترغفة. انت عايزة تعملي اكتر مفيش مشكلة براحتك، بس انا خدتهم معايا عملوا 10 ترغفة. انا بكور بقى كور كده الاول كلها على قد بعضها. بشوف كمية اللحمة هتاخد معايا عيش قد ايه، ممكن تاخد اكتر ممكن تاخد اقل. انا بصراحة عملتهم كده وطلعوا على قد العيش اللي انا كنت عاملاه. بس يبقى الرغيف حلو كده، ميبقاش مفهوش لحمه خالص. عايزه تزودي اضافات تاني، في ناس بتحط برغل وفي بيحطوا فول صويا، بس الحاجات دي يعني ايه، مش حلوه. انت عايزه تعملي حاجه حلوه ونضيفه في البيت، يبقى بلاش اضافات بزياده والحاجات دي. فاهمين؟ يعني كفايه البصل وكفايه الفلفل والحاجات اللي احنا بنحطها دي. هنا هم عملوا معايا برضو 10 كور على قد العيش اللي انا كنت عاملاه. بصوا، بحط بقى كده الرغيف قدام، بفرد فيه الكوره اللحمه اللي انا عاملاها، وبفردها كده في الرغيف، بحاول افردها في الرغيف كله. احنا طبعا متفقين ان احنا مش هنخليه الملح بتاعه مظبوط قوي، هنخليه دلع شويه عشان لما نحط له الزيتون ونحط له الجبنه ما يبقاش حادق. عايزه تجربيه مش عايزه تحطي زيتون براحتك، بس انا بصراحه دوقته قبل كده بزيتون فعجبني جدا، فقلت بقى اما اعمله بالزيتون. وانا برضه كنت عاملاه قبل كده وكان عاجب الولاد جدا وكان طعمه جميل. الحوش بره غالي جدا طبعا كلنا عارفين، بس يعني حاجه لما تعمليها في البيت تبقى حلوه. بصوا، انا بحاول ان انا محطش زيتون كتير عشان مش عايزاه يبقى حادق معايا، لان انتوا طبعا عارفين ان الزيتون كده كده حادق.
انا بس بحاول اوزع كام واحده بس كده في الرغيف، مش عايزه احط كتير قوي عشان ما يبقاش حادق معايا، عشان انا لسه هحط له جبنه رومي كمان مبشوره. تمام. ما تنسوش تعملوا لي لايك يا بنات للفيديو، تعملوا لي اشتراك للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله اعمل لكم وصفات تعجبكم جدا، ويا رب الفيديوهات اللي انا بعملها تعجبكم. وقولوا لي كده في الكومنتات انتوا يعني المكان اللي انتوا فيه الحواوشي بيتباع عندكم بكام. يعني احنا عندنا الرغيف العادي ب15 جنيه، واللي بالموتزاريلا ب25 و30. قولوا لي بقى انتوا كده بيتباع عندكم بكام، ولو بتعملوا الحواوشي في البيت بتعملوه ازاي، والطريقه دي عجبتكم ولا لا. بس انا بقى هنا ايه، كنت بحط الزيتون. انا بس بوريكم ايه، وريتكم رغيفين بس معايا. تمام. انا كده خلاص كنت حطيت الزيتون، بعد كده هحط الجبنه الرومي عليه. انا المفروض كنت احط الاول الفلفل الحامي، بس انا نسيت وحطيت الموتزاريلا الرومي، فعادي مفيش مشكله يعني. انا الفلفل ده حامي فقطعته كده في الطبق، مرضتش احطه مع اللحمه، قلت عشان يعني الولاد وكده اللي عاوز انا احط له في الرغيف بتاعه. فكل اللي محتاج كنت بحط له كده. ممكن برضو لو ما عندكيش فلفل متوفر ممكن تحطي شطه، مفيش مشكله. تمام. بصوا انا محرضتش احط جبنه رومي كتيره علشان خاطر مش عايزه الرغيف يطلع حادق معايا، انا عايزه يا ملح، عايزه الطعم بتاعه يبقى مظبوط جدا. لحمه دلع شويه مع زيتون مش كتير مع جبنه رومي مش كتير، يطلع الطعم معاكي مظبوط. بس انا كده كنت بحط له، ما شاء الله الرغيف كان حلو يعني جدا، والرغيف كان محمل كده وحلو. هوريك واحد تاني معايا. بصوا الاول المفروض بعد الزيتون احط الفلفل. تمام. ارصه كده عشان يمسك في اللحمه برضو، وبعد كده احط الجبنه الرومي المبشوره. انا برضو مش بكتر، بحط يعني اللي عاوز بحط له كام حته بس كده، علشان هو حامي وما يبقاش حار، ما يبقاش حرق قوي. واللي حابب اكتر يحط كل واحد براحته يعني. بس هنا بقى معايا الجبنه الرومي برضو. انا برضو الجبنه الرومي بحاول ما احطش منها كتير على قد ما اقدر عشان برضو ما يبقاش حادق معايا. بس احط بقى برضو الجبنه الموتزاريلا على الوش واسوي بقى. عايزه اقول لكم طلع طعمه تحفه. عملت معاه طحينه، وقطعت معاه طماطم ورشيت عليها كده كزبره وفلفل اسمر وملح وكده، كانت حلوه جدا. جربوه. بس انا معلش في التصوير ما ظهرش معايا، كنت مستعجله وعملت بس على قد اللي كانوا جعان، فقطعت بعد كده قوطه وعملت طحينه، كان حلو جدا. هنا انا كنت خلاص بوريكم ما شاء الله اللهم بارك، انا كنت عملت كميه كلها، مرضتش اطول عليكم الفيديو. بس ما شاء الله رغيف تقيل وجميل. بصي عايزه بقى تسويه في الفرن براحتك، عايزه تسويه على البوتاجاز براحتك، مفيش مشكله. ممكن تحطيه على وشه زيت وعلى ظهره زيت، وتحطيه في الصاج او في الصينيه وتدخليه في الفرن، وبعد كده بعد شويه تقلبيه. عايزه تعمليه على البوتاجاز اعمليه. انا بحب اعمله على البوتاجاز علشان ما يبقاش ناشف قوي، عشان خاطر الولاد عندي وكده، فمش بحب اعمل لهم يعني، بحب اعمل لهم الحاجه تبقى برضو كويسه وطريه كده اللي هم يعرفوا ياكلوها، فاهمين؟ لانه في الفرن بينشف معانا. بس انا كده الاول احط حبه زيت صغيرين، واكون مهديه النار. اهم حاجه النار ما تعلاش عشان خاطر اللحمه تستوي. واول حاجه احطها على ظهره، وبعد كده اروح قلبها على وشه، علشان خاطر الظهر ما يشربش الزيت كله اللي انا حطاه، وارجع احط له زيت تاني، فاهمين؟ يعني الاول احطه على الظهر، وبعد كده اروح قلبها على وشه، الوش والظهر ياخدوا زيت، وبعد كده بقى اقلبه ايه على ظهره، وهدي النار عليه واسيبه ايه شويه على الظهر عشان خاطر اللحمه تستوي. وشويه بقى ايه يا بصي، هو يعني الرغيف ممكن ياخد له معاكي بتاع 7 8 دقايق على البوتاجاز، بس اهم حاجه تكون مهديه النار. تمام. وبصوا لما احطه بقى على وشه اهم حاجه ما اضغطش عليه جامد. بصوا انا كنت بضغط على الخفيف جدا، علشان لو ضغطنا جامد الجبنه الموتزاريلا كلها والجبنه الرومي هتلاقيها طلعت من الجنب وهتبهدل الدنيا. تمام. هنا كان الرغيف خلاص استوى معايا. بصوا ما شاء الله شكله كان جميل جدا. الطاسه بقى الصينيه اتبهدلت او الطاسه من مطرح الجبنه بس اللي بتسيح وبتنزل، انما هو مش هيبهدل الدنيا في اي حاجه. انا بقى كنت بعد كل مره ومره كل رغيف بمسك بالمنديل وبمسح ايه الصينيه معايا كويس. بصوا انا حاطه حبه زيت صغيرين، وبعد كده بقلبه على ظهره ياخد زيت وعلى وشه ياخد زيت، وبعد كده برجعه ايه على ظهره تاني. تمام. علشان خاطر الوشين ياخدوا زيت ومحتاجش ان انا احط زيت تاني. هنا انا كنت معلش الفقرة بتاعت التصوير اللي في النص ده كانت الموبايل فصل مني، بس هنا كنت بكمل في الاخر ده كان خلاص ما شاء الله. عايزه اقول لكم كان طعمه خرافه، كان طعمه حلو جدا جدا والله. يعني بصوا اللي ياكل منه ما يشبعش من حلاوته. هنا انا كنت خلاص، انا بس ما رضيتش اعمل الكميه كلها، انا عملت على قد اللي كان محتاج ياكل.
بصوا كان ما شاء الله، عايزه اقول لكم سخن جدا مش قادره امسكه، ونفسي اصوره لكم بالجبنه الموتزاريلا. بصوا كان شكله خطير وكان طعمه خطير. ما تنسوش بقى حبايبي تعملوا لي لايك، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه، وجربوا الحواوشي بالطريقه دي وان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.